معاكم دكتور محمد محروس. النهارده هتكلم معاكم ازاي تكون نفسك مرتاح. ساعات تحس انك عارف الصح ومش قادر تعمله، والغلط قدامك ومش قادر تبطله. ازاي تكون نفسك؟ هحط لك بعض النصايح ويا رب تكون كويسه. اول حاجه، ما تكذبش على الناس، او على الاقل ما تكذبش على نفسك. اوعى تصدق كذبك كذبتها وتقنع نفسك بيها. لا تبوح بكل افكارك، اجعلها لنفسك، واعرف ان المعرفه دائما على قدر الحاجه. البوح بكل حاجه غباوه. اصدارك للاحكام ونقدها للاشخاص مش دايما فكره حلوه. اسكت وفكر كويس ان اللي يناسبك مش لازم يناسب غيرك، والصح والخطأ نسبي، وتقييمك الاشخاص مش صح. خليك في نفسك بس، واعرف ان ربنا هيحاسبك لوحدك بس، وما تفكرش في الناس اصلا. وان تدخلك في افكار الاخرين نفسهم بيزيد من التوتر ليك وليهم. ولو كانوا وحشين ليهم رب يحاسبهم مش انت. وكل شخص مسؤول عن فكره امام الناس وامام رب العالمين. كمان اوعى تفكر في الحروب والزلازل والبراكين او حتى هتموت امتى، لان ده تدخل في حكمه الخالق. فكر بس في اللي يخليك احسن، ما تفكرش في شؤون غيرك انت بس. مهم جدا ان تتقبل عيوبك وتتقبل مواطن قوتك ومواقف ضعفك، وما تظهرش ابدا بالكمال. اتعامل مع عيوبك انها جزء منك، وحاول تصلح من نفسك بشويش ومن غير صدام مع نفسك. لازم يكون عندك اصرار اني ادور جوايا على افضل ما بيا، وبعرف اعمل ايه كويس وازود منه، واحاول اني انمي ده. معظم الشباب ما يعرفوش هما مين ولا هم عاوزين ايه. لازم تعرف الاول انا برتاح فين، وبلاش فكره ان هم كبار ومن عهد بائد. واعرف ان حواليك ممكن يكون عندهم افكار كويسه، ممكن اناقشها معاهم ويطلع منهم فكره دون عناد او رد سلبي يحبطهم، واطلع سلمه وهم ينزلوا سلمه لاحلامنا، عشان نوصل احنا الاثنين لحلم حقيقي مشترك. ازاي نعمل ده كله بقى؟ ازاي؟ حاجه اسمها طاقه الحب. كل الناس اللي بتسمع كلمه بحبك بيحسوا بالدعم الحقيقي. عندهم طاقه غريبه لمقاومه الحياه، لمقاومه الطحنه اليوميه والمشاكل الكبيره، لمقاومه حتى الامراض اللي مفيش علاج ليها اساسا. ممكن يكون دفع كلمه بحبك هو حلها. الناس دي عندهم درع واقي ضد بشاعة الكون، كلمة سحرية لو كانت حقيقية بيديلك أضعاف قوتك، وتصغر القبيح والصعب، وتضاعف كل حاجة حلوة 4 مرات في عينك. الرجال اللي خدوا الحروب كانوا مرضى نفسيين، ما تحبوش كفاية، فقرروا إن هما يستخفوا على البشرية وينتقموا بوحشية، لأن قلة الحب بتحول أطيب راجل لهتلر. انعدام الحب خلى شجرة الدر تضحي باللي حواليها بدون وعي، يمكن عشان ما لقيتش الحب الكفاية. الستات اللي ما عندهاش لا روح ولا نفس للدنيا، وبتبص على الأرض وهي ماشية وبتمشي بالراحة، دول ضحايا الخذلان. الخذلان في البشر خطفت ضحكتها وخذلتها بأسوأ. الحب قادر يحقن كولاجين في ملامح القلب، يرجع ضحكتها تاني. احنا محتاجين كل انواع الحب، لانها هي اللي بتخلق السلام والسعاده للبشر. وقله الحب هي اللي بتخلق ليك والعالم كله الشقاء. خلي بالك انك من غير حب مش هتقدر تستمر. حب نفسك وحب اللي حواليك وحب الدنيا، واحمد ربنا على اللي انت فيه. حتى لو موجوع احمد. بالحب نحيا